هتستخدم دهونك مصدر للطاقة. خلينا متفقين ان اي انسان طبيعي علشان يقوم بحياته الطبيعية ويمارس يومه طبيعي جدا ويتحرك وينزل الشغل ويروح ويجي ويشتغل ويتمرن ويعمل لازم عنده طاقة. الطاقة دي انا هجيبها منين؟ ايه المصادر اللي بتولد لي طاقه؟ هما مصدرين ما فيش غيرهم، يا اما دهون يا اما جلايكوجين او كربوهيدرات. خليني اقول لكم ان جسمنا ذكي جدا، لما بيلاقي الكربوهيدرات بياخدها الاول. ليه؟ لانها سهله في توليد الطاقه، سهله في تفتيتها، وسهله لامتصاصها في الجسم، بتولد بيها طاقه اسرع. غير الدهون بياخد فتره طويله جدا علشان يهضمها ويمتصها ويفتت الدهون، يعني بيفتت الجزيئات بتاعتها، فبالتالي ما بيلجأش ليها اصلا، بيفضل يخزن في دهون يخزن في دهون يخزن في دهون بقالها سنين جدا وما بيولدش بيها طاقه. ليه؟ لان لاقي العامل الثاني اللي هو الكربوهيدرات. يبقى خلينا متفقين ان عمليه حرق الدهون او تزييت الدهون هي عمليه صعبه جدا على جسمك، فعلشان كده بيستسهل وبياخد من الكربوهيدرات. ازاي بقى انا اخلي جسمي ياخد مصدر طاقته من الدهون واقلب جسمي محرقه دهون؟ حرفيا 3 حاجات بس لو عملتهم في يومي انا خلاص ضمنت ان انا اقلب جسمي لمحرقه دهون. رقم 1، اول حاجه اول ما اصحى من النوم الصبح كوبايه ميه اول ما اصحى، وبعدها 10 دقائق كده كارديو، احرك جسمي، خلي معدل الحرق يفوق كده الصبح يتحرك. يبقى 10 دقائق كارديو، بوش ابس مثلا، جامبن جاكس، هاي ني. المهم ان انا اتحرك اول ما اصحى 10 دقائق بس. لو طاقتك جايبه اكتر ماشي، بس طاقتك مش جايبه اكتر فخليك 10 دقائق زي الفل ان انت تفوق جسمك. بس دي اول حاجه. تاني حاجه، ادي فرصه لجسمك انه ياخد مصدر طاقه تاني غير الكربوهيدرات. احنا لما بنبقى عطشانين وندخل عطشانين جدا والجو حر وعايزين نشرب ميه، وعندنا 2 ميه، واحده في الفريزر متلجه جدا وواحده بره ميه عاديه خالص، بنعمل ايه؟ هينفع ان احنا ناخد الميه المتلجه وهي تلج اشربها، ولا بشرب ميه وخلاص المهم ان انا اروي عطشي؟ نفس الموضوع بيحصل في جسمك حاسس ان موضوع ان هو يحرق من الكربوهيدرات سهل جدا، وان هو يحرق من الدهون صعب جدا، فبياخد الكربوهيدرات عشان هي سهله كانها كده ميه عاديه سهله، فبياخد ويروي بيها عطشه اللي هي طاقته. غير لو هو لسه هياخد الميه المتلجه ويقعد يستنى عليها علشان تفك وبعدين يشرب، هكذا نفس الموضوع. فادي نفسي فرصه ان انا احرق من الدهون، اخلي نظامي لو كارب، او يا ريت نمنعها خالص. ولو هتاخد كارب يبقى في مسافه طويله ما بين الوجبه والوجبه اللي هياخد فيها كارب، يعني مثلا اقل حاجه 6 ساعات 7 ساعات، ما يبقاش كل وجبه اساسي فيها كربوهيدرات. ما تديش فرصه لجسمي ان هو يحرق من الدهون. يبقى دي رقم 2، لازم اركز قوي انا باخد كربوهيدرات كل قد ايه، ويستحسن يبقى لو كارب او امنع خالص. رقم 3 وهو معدل الحرق بتاعي، لازم اعلي معدل الحرق بتاعي. اكيد كلنا عندنا الشخص اللي بياكل كتير، بيقعد جنبنا كده ياكل كتير ويقعد ياكل 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 ما بيبانش عليه خالص. وشخص تاني اقل حاجه بياكلها تلاقي بام كرش طالع، هنا طالع مش عارفه ايه. اكيد كلنا عندنا الشخص ده. كلنا عايزين برضو نعرف ايه السبب اللي بيخلي الشخص ده مهما اكل مش بيبان عليه والشخص ده بيبان عليه بسرعه. الفرق بين الاثنين هو معدل الحرق. ده معدل الحرق بتاعه عالي جدا جدا، وده معدل الحرق بتاعه قليل جدا، فده بيحرق مش بيبان عليه، وده مش بيحرق فبيبان عليه اقل حاجه. انا ازاي اعلي معدل الحرق بتاعي؟ حاجه بسيطه جدا وكذا مره اتكلمت عليها، وهي اني اتمرن. لازم يبقى عندي ماسل تون. لو انا عندي ماسل تون انا خلاص ضمنت ان جسمي طول الوقت وضع حرق. العضلات علشان تبقى بامب كده وشكلها حلو لازم طول الوقت في حاله حرق. يعني هنلاقي الشخص اللي بيتمرن هو طول اليوم حتى لو قاعد ساكت كده ما بيتحركش هو طول الوقت بيحرق. غير الشخص اللي عضلاته ضعيفه او ما عندوش اصلا ماسلز باينه او واضحه، ده هتلاقي الحرق بتاعه قليل جدا جدا. فان انا اتمرن باوزان وشده كويسه ده هيخلي حرقي اعلى. ودي حاجه بسيطه جدا اتكلمت عليها كتير وبتكلم عليها تاني وهتكلم عليها تاني، انه لازم تتمرنوا، لازم عضلاتكم تبقى موجوده حيه كده صاحيه باينه. في فرق كبير ما بين شخص تلاقيه هزيل كده وحني وباين عليه ان عضلاته قليله، ده هتلاقي حرقه ضعيف جدا.
جدا، غير شخص ما شاء الله بيبقى عضلاته باينه واضحه صالب طوله، ده بيبقى حرقه عالي. فاتمرنوا هيفرق معاكم جدا. يبقى الثلاث حاجات دول انا كده ضمنت نفسي ان انا قلبت جسمي لمحرقه دهون، وان انا هستخدم الدهون بتاعتي هي مصدر طاقه، ان انا اصحى من النوم اخد 10 دقائق كارديو ايا كان ايه هو. تاني حاجه وهو اني اخلي الكربوهيدرات بتاعتي قليله او ما فيش زيرو كارب يبقى افضل. تالت حاجه وهو اني اتمرن واقوي عضلاتي واشيل اوزان. هستنى تجربوا الثلاث حاجات دول وتقولوا لي تجاربكم ايه، جابت معاكم نتيجه ازاي، وهستنى منكم تعملوا لي لايك سبسكرايب وكومنتس تحت. باي.